خلاص دين أنهم في مجاعة وحصار وظلم، إيش نعمل إيش نسوي؟ يعني أنت بدل ما تجي تصلي ركعتين من أجل أن الله يفرج عنهم ما هم فيه، عادك زيد تتكلم عليهم بطبع زي. يا أخي وأنا إيش دخلني؟ أنا وكيل آدم على عياله وأنا ما داري. إذا كان حكام العرب والمسلمين خذلوهم وفلتوهم، أنا شجي أنصرهم بركعتين ودعوتين، ما لاك. قم شو أسألك سؤال سريع وصريح. سهل. أنت تؤمن بالقرآن الكريم؟ أكيد. خلاص اللهم لك الحمد. الله عز وجل قال في محكم كتابه: وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر. يا أخي لا فتحوا لنا الحدود ولا وفروا لنا سلاح ولا جندونا، كيف نجاهدهم أونلاين يعني؟ شوف يا محمد، المؤمن الضعيف عادة ما يخوق نفسه أعذار ومبررات علشان يتخلى ويتهرب من المسؤولية عليه كإنسان مسلم. فبينما هناك أشخاص خرجوا لله وفي سبيل الله بقافلة دعاء الصمود وساروا بثبات في زمن التردد مستجيبين لنداء الحق: انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فهناك للأسف آخرون يثبطون ويطعنون في النوايا ويزرعون الشك في قلوب المؤمنين. فهؤلاء قد قال الله عنهم ولم يفقهوا: لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. فلو جينا نحلل ونشخص نفسية هؤلاء المرضى لوجدنا أن بعضهم يعلمون أنهم مقصرون وعلى خطأ لأنهم لم يقوموا بمسؤولية هذا الدين بالشكل الذي أمرهم الله به، ولكنهم يعاندون ويجحدون ويستنقصون ويقللون من شأن المؤمن الصادق مع الله ليروا الناس أنهم هم الأخيار وعلى الطريق الصحيح. وهذا ما هو إلا تصديق لقول الله عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. إن لم تنصروا هذه القافلة فلا تطعنوا في ظهرها، إن لم تقدروا على اللحاق بركبها فلا تكونوا حجر عثرة في طريقها. والله المستعان.